بعد ما سجلنا على يو باي الفيديو اللي فات وعرفنا ازاي نستخرج الكارت اللي تقدر تستخدمه على اي موقع او اي خدمه باي عمله وكمان بيشتغل على جوجل بلاي، هنشوف النهارده تجربه شراء حقيقيه بالكارت ده، وهل هيشتغل معانا فعلا على المواقع العالميه ومكن البي او اس في المحلات ولا لا. طبعا مش محتاج اقول لك انك محتاج تشوف الفيديو الاولاني علشان تعرف ازاي تسجل على البرنامج وتفهم الفكره عامه وتستخرج الكارت. خلينا بقى نجرب الكارت مع بعض. التجربه الاولانيه هتكون على اكتر موقع الناس بتستخدمه تقريبا في الشراء من بره مصر، وهو علي اكسبريس. طبعا من بعد ما الكروت الديبت والبريبيد وقفت بقيت مضطر انك تطلع كارت كريدت علشان تعرف تشتري باي عمله غير الجنيه، وعلشان كده الحلول اللي زي يو باي انا شايفها هتكون مفيده لناس كتير. طيب احنا دلوقتي معانا الكارت، عايزين نشتري بيه اي حاجه من على علي اكسبريس. شوف اي حاجه تكون رخيصه ممكن نشتريها من على علي اكسبريس بالكارت بتاعنا بحيث ان احنا نجربه. طيب بعد كتير من البحث والتدوير على حاجه رخيصه على علي اكسبريس، انا كده اصلا مش محتاج حاجه معينه، فانا بس بجرب الكارت قدامك. وصلت لدي هعمل بس طلب الشراء وبعد كده بعمل لها كانسل، مش مشكله يعني. هخش دلوقتي ادوس باي ناو، ادوس كونتينيو، اختار الكارت اللي انا هستخدمه اللي هو الكارت اللي معايا على الابلكيشن. هختاره ازاي؟ هدوس هنا اد نيو كارد واروح للابلكيشن اجيب بيانات الكارت بتاعي. هعمل كوبي كده للرقم بتاع الكارت. بعد ما احط كل بيانات الكارت عندي، رقم الكارت والاسم والتاريخ والرقم السري اللي هو بيبقى مكون من 3 ارقام في ظهر الكارت، هدوس سيف اند كونفيرم. دلوقتي بيقول لي حط بيانات الشحن. طبعا انا حطيت البيانات. طبعا احنا دلوقتي عندنا لو الكارت ده دفع العمليه والعمليه نجحت، يبقى الكارت دلوقتي اشتغل معانا بشكل دولي عادي جدا. تدوس باي ناو او باي ناو زي ما انت شايف، دخل على صفحه بيحمل. دلوقتي جالي نوتيفيكيشن من جوه الابلكيشن ان انا تم خصم المبلغ ده مني اللي هو $3 وشويه سنتات، وهنا عندي بيمنت سكسسفول. ده معناه ايه؟ معناه ان الكارت فعلا قدر يدفع العمليه بتاعتنا. طبعا انا جربت الكارت ده في مواقع ياما قوي كله قبلها، على عكس كروت تانية كنت اتكلمت عنها قبل كده، هنا ما كانتش بتقبل كلها على كل المواقع. جربته على جوجل بلاي، اتقبل على جوجل بلاي ودفع عادي على جوجل بلاي اي اشتراك، عايز تشتري اي برنامج اي حاجه. مفيش ولا كارت قبل كده كان بيشتغل معايا على جوجل بلاي، ده اول كارت اشتغل معايا على جوجل بلاي، وانا شايف ان هي دي ميزته الرئيسيه اصلا. زي ما انت شايف انا بحاول اعمل فيديوهات تفيدك وبحاول اجيب لك حاجات ممكن تساعدك في حياتك اليوميه، فلو انت شايف ان انت مستفاد معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان نوصل لل100,000 في اقرب وقت ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي جربنا الكارت على الانترنت وزي ما انت شايف العمليه تمت عادي. بما اني بقى في ايدي الكارت الفيزيكال فعايزين نستفيد بيه فعلا ونجرب ندفع بيه في اي محل او في اي مكان عنده مكنه بي او اس زي فوري او غيره، وبالمره نشوف هل هيخصم عموله التحويل مثلا زي ما بيحصل مع الكروت الاجنبيه ولا ايه، وهل هيشتغل اصلا ولا لا. عمليه الشراء اوفلاين بقى كانت بسيطه جدا. زي ما انت شايف دخلت محل، جربت اشتري من خلال مكنه فوري، حطيت اي مبلغ على مكنه فوري، ومجرد ما قربت الكارت، لان الكارت فيه خاصيه الان اف سي، مجرد ما قربت الكارت من المكنه الكارت دفع عادي جدا مفيش اي مشكله. لا وكمان دخلت على الابلكيشن ابص لقيت الابلكيشن ساحب مني 50 جنيه فعلا بالسعر العادي بتاع $1 الابلكيشن حاسبه، ولا خد مني اي عموله زياده ولا عمل معايا اي حاجه زياده. ده معناه ان انا كده معايا فعلا كارت ممكن استخدمه في اي حته. يعني الكارت بالنسبه لي فعلا بقى مفيد، ممكن احط عليه فلوس او يجي لي عليه فلوس من اي مكان واقدر استخدم الكارت على طول. جزئيه بقى استخدام الكارت مع مكن الاي تي ام اللي موجود في الشارع، انا حاولت في الاول اجربه ولقيت الكارت مش شغال. في الاول افتكرت ان الكارت فعلا مش هيشتغل مع اي مكنه زي ما انا كنت متوقع، ولكن اتفاجئت على المكنه ان المكنه بتطلب مني ان الكارت ده اصلا ملهوش بين كود، مش معمول له رقم سري. جالي على الابلكيشن ساعتها نوتيفيكيشن ان انا لازم احط رقم سري. بعد ما طلعته من المكنه جالي النوتيفيكيشن ان انا لازم احط رقم سري على الكارت علشان اقدر استخدمه مع المكنه. دخلت على الابلكيشن ودخلت على اعدادات الكارت ودخلت لقيت حاجه اسمها بين كود. فعلا دخلت حطيت بين كود مكون من 6 ارقام، وبعد كده جربت المكنه او جربت الكارت جوه المكنه. ساعتها الكارت سحب عادي جدا، فتح معايا المكنه، حطيت الرقم السري بتاعي وعملت عمليه سحب، الكارت سحب عادي جدا من جوه المكنه. زي ما شفت فالكارت اشتغل في الحالتين اللي احنا جربناه فيهم. لو حد فيكم بقى نزل برنامج وجرب الكارت يقول لنا تجربته كانت عامله ايه واستخدم الكارت في انه يدفع ايه، ولو حد برضه واجهه اي مشكله يقولها علشان نتناقش فيها والكل يستفاد. وانا برضه لو حصل اي تحديث على الكروت دي او البرنامج فيما بعد هسيب لك تعليق مثبت في اخر التحديثات اول باول علشان تبقى عارف كل حاجه. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في كومنت وانا هرد عليه. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.